أهلا بيكم الصف السادس الابتدائي في الوحدة الثالثة، ومعانا النهاردة الدرس الثاني منها اللي هيكون بعنوان الحياة الاقتصادية في عصر الدولة الإسلامية. طالما هنتكلم عن الحياة الاقتصادية يعني هنتكلم عن فلوس كتيرة جدا في الدولة، وكمان عندنا في الدولة الإسلامية كان فيها ازدهار في الأنشطة الاقتصادية، يعني الزراعة والصناعة والتجارة. يبقى احنا النهاردة هنتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة، ودي بنقول عليها الأنشطة الاقتصادية. طيب الخاصة مين؟ بالدولة الإسلامية. وطالما حصل ازدهار في الأنشطة الاقتصادية معنى كده إن في فلوس كتيرة جدا داخلة الدولة. طيب طالما في فلوس داخلة الدولة احنا محتاجين نعرف مين اللي هيكون مسؤول عن الفلوس دي. يعني عايزين حاجة نحط فيها الفلوس وتكون بتاعة المسلمين. طيب احنا عملنا حاجة اسمها ديوان بيت مال المسلمين. عملنا ديوان، الديوان ده اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمل ديوان بيت مال المسلمين. ليه عمله؟ قلنا لأن حصل عندنا ازدهار، يعني في فلوس كتيرة جدا بدأت تدخل من الأنشطة الاقتصادية اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة بتاعة الدولة الإسلامية. فبقينا ناخد الفلوس دي كلها وبنحطها فين؟ في ديوان بيت مال المسلمين اللي أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لو جالي سؤال بما تفسر وقال أنشأ عمر بن الخطاب ديوان بيت المال، بما تفسر هنقول إيه؟ لاتساع حدود الدولة الإسلامية. بسبب اتساع حدودها، يعني بسبب ان حصل في ازدهار في الانشطه الاقتصاديه اللي هي الزراعه والصناعه والتجاره، عملنا ديوان بيت المال الخاص بالدوله الاسلاميه عشان نحط فيها كل الفلوس اللي بنجمعها من الانشطه دي. طيب ايه المقصود بديوان بيت المال؟ المقصود بيه ان هو ديوان بيختص بان هو يجمع الايرادات بتاعه الدوله، بياخد كل الفلوس اللي الدوله بتجمعها وبنحطها في ديوان بيت المال. وبيعمل ايه كمان؟ وكمان بيبدأ بقى ينفقها، يعني بيبدأ يصرفها في ايه؟ في كل المجالات اللي الدولة بتحتاجها. كل حاجة الدولة بتحتاجها بناخد من ديوان بيت المال ونصرف على المجالات اللي هي محتاجاها الدولة. يبقى ديوان بيت مال المسلمين ما المقصود بيه؟ هو ديوان يختص بجمع إيرادات الدولة، بيجمع كل الإيرادات وبعد كده بيرجع تاني ينفقها. يبقى تاني حاجة بيعملها ايه؟ انفاقها في المجالات التي يحتاج إليها المجتمع. يبقى ديوان بيت مال المسلمين ديوان يختص بجمع إيرادات الدولة وإنفاقها في المجالات التي يحتاج إليها المجتمع. مين اللي عمله؟ عمر بن الخطاب. عمله ليه؟ لاتساع حدود الدولة الإسلامية وتعدد، يعني كثرة إيراداتها ومصروفاتها. إيراداتها الحاجات اللي احنا بناخدها من كل الأنشطة الاقتصادية اللي في الدولة، يعني الزراعة دي ازدهرت فجابت فلوس كتير، نفس النظام الصناعة والتجارة بناخد كل الفلوس دي وبنحطها في ايه؟ في ديوان بيت المال اللي بنسميها الإيرادات. أما المصروفات المقصود بها إن هي دي الحاجات اللي احنا بنصرفها، يعني بناخد الفلوس وبنصرف، بنبدأ نشوف بقى الدولة محتاجة ايه وبنبدأ نصرف على الدولة، دي بنسميها المصروفات. ديوان بيت المال ده استمر لحد امتى؟ ده استمر بيت المال لحد الدولتين، الدولة الأموية والدولة العباسية، وبرضه فضل مستمر لحد عصر الدول المستقلة في مصر. فاكرينها؟ احنا خدنا الدولة الأموية والدولة العباسية وبعدها ظهرت الدول المستقلة. اهو ديوان بيت المال ده فضل مستمر في عصر الدولتين الأموية والعباسية وكمان عصر الدول المستقلة. طبعا احنا خدنا قبل كده في الدرس اللي فات ان الخليفة عمر بن الخطاب قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات، وكان كل ولاية ليها والي. اهي بقى كل ولاية من دول بقى فيها بيت مال خاص بيها لوحدها. يبقى كل ولاية في الدولة الإسلامية كان ليها بيت مال خاص ليها لوحدها. طبعا ده بالإضافة إلى إيه؟ إلى بيت المال الرئيسي، يعني في بيت مال رئيسي موجود في مقر الخلافة نفسه، ده بقى بتاع كل الدولة الإسلامية. يبقى احنا عندنا في بيت مال في كل ولاية، وفي بيت المال الكبير اللي هو بيت المال الرئيسي اللي موجود في مقر الخلافة نفسه. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان بيت المال ده بيتحط فيه فلوس، الفلوس دي بيحصل فيها تنوع اللي هي ايه؟ اللي هي الإيرادات واللي هي المصروفات. قلنا الإيرادات دي الفلوس اللي بتدخل بيت المال،
أما المصروفات دي اللي هي فلوس بنخرجها من بيت المال بنصرفها على الدولة، على الحاجات اللي محتاجاها الدولة. طيب تعالوا نعرف دلوقتي الإيرادات زي إيه والمصروفات زي إيه برضه. طيب إحنا عرفنا إن الإيرادات هي الفلوس اللي بتدخل بيت المال. طيب بتدخل بيت المال يعني هما بيجمعوها من الدولة الإسلامية وبيحطوها في بيت المال. بيجمعوها من الدولة الإسلامية ليه؟ الناس بتدفع الإيرادات دي على هيئة إيه؟ على هيئة زكاة، بيطلعوا الزكاة بتاعتهم بندخلها بيت المال، وكمان بيطلعوا الصدقات بتاعتهم وبرضه بندخلها بيت المال، وبيطلع كمان المكوس دي اللي هي الضرائب اللي احنا بنجمعها من كل الناس وبنحطها برضه في بيت المال. الثلاث حاجات دول بنقول عليهم الإيرادات. يبقى الإيرادات عندي بتتمثل في 3 حاجات، هي الزكاة والصدقات والمكوس اللي هي الضرائب اللي بنجمعها من الناس. كل دي فلوس بتدخل بيت المال. يبقى الإيرادات هي الزكاة والصدقات والمكوس اللي هي الضرائب. طيب المصروفات بقى يعني الفلوس اللي هي بتخرج من بيت المال، بتروح فين؟ أول حاجة نفقات الخليفة والولاة والقضاة. يعني إيه؟ يعني الخليفة ليه مرتب وكمان الولاة وكمان القضاة، كل واحد فيهم ليه مرتب بياخده من بيت المال. يبقى أول حاجة في المصروفات بتخرج من بيت المال هي نفقات الخليفة والولاة والقضاة. تاني حاجة من المصروفات هي رواتب الجند والموظفين. احنا عندنا جنود الدولة الإسلامية وفي موظفين في الدولة الإسلامية، طبيعي جدا يكون ليهم رواتب، مرتبات كل شهر. المرتبات دي برضو بتخرج من بيت المال واسمها مصروفات. يبقى أول نقطة من المصروفات نفقات الخليفة والولاة والقضاة. تاني نقطة رواتب الجند والموظفين. تالت نقطة إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولة. بنشوف الدولة محتاجة مشروعات إيه وبنبدأ ناخد فلوس من بيت المال وبنصرف على المشروعات الاقتصادية دي. يبقى تالت حاجة إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولة. رابع حاجة من المصروفات هي الإنفاق على الفقراء. بنبدأ نساعد الفقراء، برضو بناخد فلوس من بيت المال تحت مسمى المصروفات وبننفق على الفقراء. آخر حاجة من المصروفات هي مصالح المسلمين. زي إيه؟ زي إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات. يبقى إحنا خدنا في المصروفات 5 نقط. أول نقطة نفقات الخليفة والولاة والقضاة. 2 رواتب الجند والموظفين. 3 إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولة. 4 الإنفاق على الفقراء. 5 حاجة مصالح المسلمين. زي إيه مصالح المسلمين دي؟ زي إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات. بنبدأ نشوف الدولة إيه اللي ناقصها ونبدأ نعمله. يعني لو محتاجين مدارس نبني مدارس، عايزين مستشفيات نبني مستشفيات. دي بنقول عليها مصالح المسلمين. يبقى احنا عندنا بيت المال بيتحط فيه إيرادات وبيخرج منه مصروفات. طيب الإيرادات اللي بتدخل فيه زي إيه؟ زي الزكاة والصدقات والمكوس اللي هي الضرائب، وكل دي حاجات بنلمها وبنجمعها من الدولة الإسلامية وبتتحط في بيت المال. بنقول عليها إيه؟ الإيرادات. طيب الفلوس بقى اللي بتخرج من بيت المال بنقول عليها المصروفات، الحاجات اللي الدولة بتكون محتاجاها نصرف عليها فيها. طيب المصروفات دي اللي هي ايه؟ المصروفات زي نفقات الخليفة والولاة والقضاة، وكمان رواتب الجند والموظفين. 3 إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولة. 4 الإنفاق على الفقراء. 5 مصالح المسلمين مثل إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات. طيب لو جالي سؤال وقال لي دلل، ما الدليل على تنوع إيرادات ومصروفات ديوان بيت المال؟ مقصود يقولك اديني دليل على تنوع الفلوس اللي بتدخل وبتخرج من بيت المال. هنكتب ايه؟ هنكتب الإيرادات كلها اللي هي 3 حاجات والمصروفات كلها اللي هي 5 نقط. احنا خدنا ان ايام الدولة الإسلامية كان في ديوان بيت المال بيتحط فيه كل فلوس الدولة. طيب دلوقتي بقى حاليا على ايامنا وفي زماننا الحالي موجود ايه؟ موجود زيه بالظبط حاجة اسمها وزارة المالية. يبقى اللي بيشابه ديوان بيت مال المسلمين زمان موجود زيه دلوقتي اللي هي اسمها وزارة المالية.
اهي وزارة المالية دي برضو بيتم جمع فيها كل الفلوس الخاصة بالدولة، وبتبدأ بقى وزارة المالية دي تعمل مشروعات الموازنة العامة. يعني ايه مشروعات الموازنة العامة؟ يعني بتبدأ كل سنة وزارة المالية تعمل مشروعات وتدرس مشروعات، خطة، بتعمل خطة بنسميها مشروعات الموازنة العامة. يعني مثلا لو محتاجين نعمل كباري، بتحط في الخطة بتاعتها ان احنا محتاجين نعمل كذا كوبري، نبني كذا مستشفى، نبني مثلا كذا مسجد، او كمان هنعمل مدن جديدة، او هنعمل مثلا كمان مشروعات تقدر تستفاد بيها الدولة في اي مجال. بنعمل لها الخطة دي وبنحطها في الخطة دي اللي بتعملها وزارة المالية كل سنة، وبنسميها مشروعات الموازنة العامة. يعني بنشوف احنا هنحط فلوسنا في السنة اللي جاية دي في ايه بالظبط، وبنبدأ نحطهم كده وندرسهم، وبنقول عليها دي مشروعات الموازنة العامة اللي هنبدأ نصرف فيها فلوس تطلع من وزارة المالية، زي بالظبط المصروفات أيام ديوان بيت المال. يعني من الآخر كده وزارة المالية بتعمل مصروفات برضو زي الدولة الإسلامية كده، زي بيت المال، وبنقول عليها بدل ما نقول عليها مصروفات بنقول عليها مشروع الموازنة العامة. يعني كل حاجة الدولة عايزة تعملها في السنة الجديدة بنقول عليها مشروعات الموازنة العامة. وكمان بتبدأ تنظم لي استخدام الموارد المالية للدولة، يعني بتبدأ كمان تنظم وتشرف على كل حاجة هتخرج من وزارة المالية للدولة، تنظمها وتشرف عليها. طيب هي وزارة المالية المصرية دي حاليا موجودة فين؟ موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. يبقى احنا عندنا اللي بيشبه ديوان بيت مال المسلمين هو وزارة المالية حاليا، وهي المسؤولة عن إعداد مشروعات الموازنة العامة. مسؤولة عن إيه؟ إعداد مشروعات الموازنة العامة، وبتنظم لي استخدام الموارد المالية للدولة. يعني هي اللي بتتنظم وبتشرف على كل حاجة هتصرفها في الدولة. وموجودة فين؟ موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. طيب احنا دلوقتي بقى هناخد الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية. اللي هي ايه الأنشطة الاقتصادية دي؟ اللي هي الشغل اللي الناس بتشتغله، الشغلانات اللي الناس بتشتغلها. طيب هي الناس بتشتغل في ايه؟ بتشتغل في الزراعة، وبتشتغل في الصناعة، وبتشتغل في التجارة. يبقى الأنشطة الاقتصادية المقصود بيها الثلاث حاجات دول، اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة. تعالوا نبدأ بالزراعة ونشوف فيها ايه وهندرس فيها ايه. المسلمين بدأوا يهتموا بالزراعة لدرجة ان حصل فيها ازدهار وتطور ملحوظ جدا. طيب عملوا ايه بقى المسلمين في الزراعة في الدولة الإسلامية؟ أول حاجة عملوها استصلحوا الأراضي الزراعية. يعني كل الأراضي اللي كانت ما ينفعش نزرع فيها بدأوا يعالجوها وبدأوا يعملوا فيها استصلاح علشان نقدر نزرعها. يبقى أول حاجة عملوها استصلاح الأراضي وزرعوها. طيب تاني حاجة عملوها ايه؟ شق الترع وحفر القنوات وإنشاء الجسور. يعني ايه؟ يعني الأراضي اللي احنا استصلحناها دي مش محتاجين دلوقتي ان احنا نرويها ونسقي الزرع بتاعها. هنعمل ده ازاي؟ عملنا شق الترع وحفرنا قنوات وأنشأنا جسور، وده يخلينا نقدر نروي ونسقي الأراضي الزراعية دي، والمحصول بتاعنا يكبر ويطلع، ونبقى محافظين على الأراضي اللي احنا استصلحناها، وعندنا كمان المية اللي من خلالها نقدر نسقي الأراضي الزراعية بتاعتنا. يبقى أول حاجة عملوها المسلمين في الدولة الإسلامية في الزراعة استصلاح الأراضي وزراعتها. 2 شق الترع وحفر القنوات وإنشاء الجسور. 3 بناء السدود على الأنهار ومجاري السيول. يبقى كمان بنينا سدود نقدر نخزن فيها مية، علشان لو في سنة ما كانش فيها مية وكان فيه المطر قليل، فيبقى عندنا سدود احنا نقدر نخزن فيها مية بتاعتنا نسقي بيها الأراضي بتاعتنا، وكمان نقدر نعيش منها. يبقى بناء السدود على الأنهار ومجاري السيول. طيب ايه كمان عملوه؟ بدأوا يعملوا تشييد المقاييس على النيل. احنا قلنا قبل كده ان احنا عملنا مقاييس في الدروس اللي فاتت. عملناها ليه؟ علشان المقاييس اللي بنعملها على نهر النيل دي اللي هي بتقيس لي مية نهر النيل مرتفعة ولا ناقصة، يعني المية بتاعت نهر النيل دي زايدة ولا قليلة ولا قلت. بنقدر من خلال المقاييس دي ان احنا نقدر نحدد قيمة الضرائب. يعني المية دي لو زايدة
لو كتيرة في نهر النيل معنى كده إن الناس ما استخدمتش مية كتير، فهتكون الضرائب قليلة. طيب المية دي لو نقصت قوي يبقى كده الناس استخدمت مية كتير من نهر النيل، هنفرض عليهم ضرائب أكتر. يبقى تشييد المقاييس على نهر النيل بما تفسر، ده سؤال مهم. ليه؟ لتحديد قيمة الضرائب. يبقى تشييد المقاييس على نهر النيل لتحديد قيمة الضرائب. طيب ايه كمان المسلمين عملوه؟ التعليم الزراعي، بدأوا يهتموا قوي ان هم يتعلموا الزراعة. يبقى عملوا ايه؟ التعليم الزراعي. ايه الدليل على التعليم الزراعي عند المسلمين؟ أنشأوا المدارس الزراعية وألفوا الكتب في مجال الزراعة. يبقى اهتموا بالتعليم الزراعي. ايه الدليل على كده؟ دلل. هنقول حاجتين: إنشاء المدارس الزراعية، 2 ألفوا الكتب في مجال الزراعة. ألفوا كتب في مجال الزراعة وأنشأوا المدارس الزراعية. يبقى المسلمين اهتموا بالزراعة. طيب ايه الدليل ان هم اهتموا بالزراعة؟ أول حاجة استصلاح الأراضي وزراعتها. 2 شق الترع وحفر القنوات وإنشاء الجسور. 3 بناء السدود على الأنهار ومجاري السيول. 4 تشييد المقاييس على النيل، وقلنا ساعتها بما تفسر. ليه؟ لتحديد قيمة الضرائب. 5 اهتموا بالتعليم الزراعي. طيب ايه الدليل؟ أنشأوا المدارس الزراعية وألفوا الكتب في مجال الزراعة. دي الحاجات اللي اهتمت بيها المسلمين في الزراعة. طيب اهتموا بحاجة كمان طبعا، ده حصل تنوع في المحاصيل الزراعية. يعني بدل ما كنا بنزرع حاجة حاجتين، لا احنا بقينا نزرع حاجات كتيرة جدا. زي ايه بقى؟ زي القمح والذرة والرز وكمان القطن والكتان والتمر والزيتون والخضرة والفاكهة وحاجات تانية كتيرة جدا، بس احنا خدنا أهمهم. يبقى كمان حصل تنوع في المحاصيل الزراعية زي القمح والرز والذرة والقطن والكتان والتمر والزيتون والخضرة والفاكهة. طيب احنا عندنا حاجات من المحاصيل الزراعية حصل فيها تنوع. الحاجات دي وصلت إلى أوروبا، يعني الحضارة المصرية بتاعتنا أثرت على الزراعة في أوروبا. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي حصل عندنا تنوع في المحاصيل الزراعية، الحاجات اللي إحنا قلناها اللي هي رز وتمر وزيتون وخضرة وفاكهة وكتان وقطن. طيب الحاجات دي بيقولك أثرت في أوروبا. إزاي أثرت في أوروبا؟ لأن المسلمين، فاكرين لما قلنا إن المسلمين راحوا الأندلس علشان يعملوا فتوحات إسلامية هناك؟ طيب الأندلس دي فين؟ الأندلس دي في أوروبا. فأثرت بقى الحضارة الإسلامية على الزراعة في أوروبا. طيب حد قال لي مش فاهم، هقولك واحدة واحدة كده. المقصود باللي احنا قلناه ان احنا دلوقتي عملنا تنوع في المحاصيل الزراعية، يعني دخلنا محاصيل زراعية كتير وزرعناها عندنا احنا في بلدنا اللي هي الدولة الإسلامية. طيب المسلمين لما كانوا بيعملوا فتوحات إسلامية وراحوا الأندلس اللي هي في أوروبا، جيش من المسلمين راح الأندلس. فلما راحوا الأندلس بدأوا طبعا يقعدوا هناك فترة طويلة، فيعملوا ايه؟ عايزين نزرع بقى الحاجات اللي احنا زرعناها في الدولة الإسلامية عندنا، بدأوا يزرعوها في بلاد الأندلس لما راحوا هناك ويعملوا فتوحات إسلامية. الأندلس دي اللي في أوروبا، فالأوروبيين بدأوا يتعرفوا وياخدوا مننا حاجات في الزراعة كنا بنزرعها احنا. فاحنا كده عملنا ايه؟ أثرت الحضارة الإسلامية على الزراعة في أوروبا، خدوا مننا محاصيل زراعية زرعوها هناك. يبقى نقول تاني النقطة دي: حصل تنوع في المحاصيل الزراعية عندنا اللي هي زي القطن والرز والذرة والكتان وكمان القمح والتمر والزيتون والخضرة والفاكهة. طيب وغيرها من المحاصيل كتيرة قوي، بس احنا مش هناخدها كلها. طيب ده كمان الحضارة الإسلامية أثرت على الزراعة في أوروبا. إزاي حصل كده؟ أقول لك لما المسلمين نقلوا المحاصيل الزراعية بتاعتنا إلى أوروبا، لما راحوا قعدوا في الأندلس فترة. طيب إحنا ما اهتمناش بس بالزراعة وخلاص، ده إحنا كمان اهتمينا بتربية الحيوان. زي إيه؟ زي الأغنام والإبل والأبقار والخيل والحمير. اهتموا كمان بتربية النحل والدواجن. يبقى المسلمين اهتموا بتربية الحيوان. زي إيه؟ هنقول الأغنام، الأبقار، الإبل، الخيل والحمير. كمان اهتموا بتربية النحل والدواجن. احنا كده خلصنا الزراعة وعرفنا ان المصريين اهتموا بالزراعة فعملوا 5 حاجات:
استصلحوا أراضي وزرعوها، شقوا ترع وحفروا قنوات وأنشأوا جسور، بنوا السدود على الأنهار ومجاري السيول، كمان شيدوا المقاييس على النيل عشان يحددوا قيمة الضرائب، كمان اهتموا بالتعليم الزراعي. الدليل أنشأوا المدارس الزراعية وألفوا كتب في مجال الزراعة. حصل كمان تنوع في المحاصيل الزراعية زي القمح والرز والذرة والقطن والكتان، كمان التمر والزيتون والخضرة والفاكهة. وكمان أثرت الحضارة المصرية في الزراعة في أوروبا. إزاي حصل كده؟ لما المسلمين راحوا إلى الأندلس وقعدوا هناك بدأوا يزرعوا المحاصيل الزراعية، فالأوروبيين اتأثروا بالزراعة بتاعتنا. طيب كمان المسلمين اهتموا بتربية الحيوان زي الأغنام والإبل، وكمان الأبقار والخيل والحمير، واهتموا بتربية النحل والدواجن. طيب تعالوا نختبر نفسنا على الجزء اللي احنا خدناه. سؤال أكمل. رقم ألف، أنشأ ديوان بيت المال في عهد الخليفة كان اسمه إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ب، استخدموا المسلمون المقاييس على النيل لتحديد قيمة، عشان نحدد بيها قيمة الضرائب. ما المقصود بديوان بيت مال المسلمين؟ هنقول إن هو ديوان يختص بجمع الإيرادات الدولة وإنفاقها في المجالات التي يحتاج إليها المجتمع. سؤال دلل. رقم ألف، تنوع المحاصيل الزراعية عند المسلمين. إيه الدليل إن إحنا عندنا تنوع في المحاصيل الزراعية؟ هنقول إن إحنا عندنا القمح والذرة والكمان الأرز والقطن والكتان والخضرة والفاكهة والتمر والزيتون، كل دي حاجات عندنا إحنا زرعناها، حصل فيها تنوع في الزراعة. طيب رقم ب، اهتمام المسلمين بالتعليم الزراعي. الدليل إن المسلمين اهتموا بالتعليم الزراعي حاجتين: إنشاء المدارس الزراعية وألفوا الكتب في مجال الزراعة. تعالوا بقى ندخل على الصناعة. تاني عندي نشاط اقتصادي في الدولة الإسلامية هو الصناعة. ازدهرت الصناعة في الدولة الإسلامية. طيب ازدهرت ليه؟ ايه السبب اللي يخلي إن الصناعة عندنا في الدولة الإسلامية تزدهر؟ هنقول بفضل حاجتين. أول حاجة بفضل التقدم العلمي، تاني حاجة وفرة المواد الخام. عندنا مواد خام كتير جدا في الدولة الإسلامية، دي ساعدت إن يحصل ازدهار في الصناعة. يبقى لو جالي سؤال، والسؤال ده مهم جدا 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 جدا، عوامل ازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية، هنقول بفضل التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. قول ورايا: بفضل التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. حاجتين: التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. طيب الصناعة عندنا كانت زي ايه؟ يعني اشهر الصناعات اللي كانت في البلاد الإسلامية. اول حاجة الصناعات الخشبية، زي مثلا صناعة الاساس اللي هو العفش بتاع البيت، وكمان صناعة السفن. يبقى اول صناعة اشتهرت بيها البلاد الإسلامية صناعة الصناعات الخشبية زي الاساس والسفن. تاني حاجة الصناعات الفخارية والخزفية. يبقى الصناعات الفخارية والخزفية دي اللي احنا بنزين بيها وبنزغرف بيها وبنعمل نقوش إسلامية على الفخار. عارفين الفخار اللي احنا بنعمله بإيدينا، اللي هي الصناعات الحرفية اليدوية، الحاجات اللي احنا بنعملها بالفخار، الحاجات دي اسمها الصناعات الفخارية والخزفية، وبنعمل عليها زخرفة ونقوش إسلامية بيبقى شكلها فوق الخيال، شكلها حلو جدا. يبقى تاني صناعة عندنا مشهورة بيها البلاد الإسلامية الصناعات الفخارية والخزفية. تالت حاجة صناعة ورق الكتابة. ايه صناعة ورق الكتابة دي؟ الصناعة دي احنا في الأصل خدناها من الصين. يبقى صناعة ورق الكتابة احنا خدناها من الصين، وده مهم قوي، السؤال ده مهم جدا. صناعة ورق الكتابة خدناه من الصين. طيب بعد كده الدولة الإسلامية نقلته إلى دول أوروبا. يبقى صناعة ورق الكتابة اتنقل من الصين، يعني احنا خدنا من الصين إلى الدول الإسلامية. طيب ومن الدول الإسلامية اتنقل إلى دول أوروبا. واحدة واحدة. صناعة ورق الكتابة كان في الصين، الدولة الإسلامية خدته من الصين. طيب الدولة الإسلامية بعد كده اديته لمين؟ مين اللي خدته من الدولة الإسلامية؟ أوروبا. يبقى الصين، الدول الإسلامية، أوروبا، بالترتيب كده. طيب رابع صناعة عندنا صناعة أدوات الزينة.
صناعة أدوات الزينة دي زي صناعة الذهب والفضة والأحجار الكريمة، الحاجات اللي احنا بنلبسها علشان تدي شكل كده في اللبس بتاعنا، اللي هي بنقول عليها صناعة أدوات الزينة، اللي هي بتتصنع من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. طيب الصناعة اللي بعد كده اسمها صناعة المنسوجات والعطور. صناعة المنسوجات اللي هي الصناعة اللي ليها علاقة باللبس، الهدوم، وكمان العطور، البرفانات اللي احنا بنستخدمها. يبقى رابع صناعة عندنا صناعة المنسوجات والعطور. آخر صناعة اللي هي صناعة السكر وطحن الحبوب. يبقى الصناعات اللي مشهورة بيها البلاد الإسلامية هي الصناعات الخشبية زي السفن والأساس، والصناعات الفخارية والخزفية زي اللي هي بنزين بيها الزخارف والنقوش الإسلامية. وبعد كده صناعة ورق الكتابة اللي كانت في الصين وخدتها الدول الإسلامية، وبعد كده خدتها أوروبا من الدول الإسلامية. بعد كده عندنا صناعة أدوات الزينة اللي هي زي الذهب والفضة والأحجار الكريمة. بعد كده عندنا صناعة المنسوجات والعطور وصناعة السكر وطحن الحبوب. احنا كده خلصنا الصناعة، وعايزين نفتكر أهم سؤال في الصناعة: ايه الحاجات اللي أدت لازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية؟ حاجتين: بفضل التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. طيب تالت حاجة عندنا في النشاط الاقتصادي في الدولة الإسلامية هي التجارة. عوامل ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية، إيه اللي يخلي التجارة عندنا تزدهر؟ إلا إذا كان في زراعة وصناعة. يعني التجارة دي الأساس فيها الحاجتين اللي احنا خدناهم في الأول، اللي هي الزراعة والصناعة. احنا لو عندنا زراعة هيبقى في عندنا تجارة، يعني نقدر ندي بلاد وناخد من بلاد. طيب لو عندنا صناعة برضه هنقدر ندي بلاد وناخد من بلاد. يبقى أول حاجة عندنا، أول سبب في عوامل ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية هي ازدهار الزراعة والصناعة. 2: انتشار الأمن والأمان. يعني أنا دلوقتي لو البلد بتاعتي دي مفيهاش أمن وأمان هيقدر يحصل فيها تجارة؟ يعني هل في بلاد هتقدر تجيب لي تجارة من عندي، ولا أنا هعرف أطلع تجارة من بلدي؟ أكيد لأ. يبقى تاني سبب من عوامل ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية انتشار الأمن والأمان. طيب أول سبب كان ازدهار الزراعة والصناعة، يبقى ازدهار الزراعة والصناعة، انتشار الأمن والأمان. إصلاح الطرق التجارية، بدأنا نهتم بإن احنا نصلح كل الطرق التجارية بتاعتنا عشان تسهل علينا حركة التجارة. طيب إيه كمان؟ توفير الخانات على الطرق. فاكرين الخانات اللي مقصود بيها اللي هي بيت الراحة، يعني البيت اللي بيرتاح فيه المسافرين على طرق السفر. ما هو اللي جاي بالتجارة ده جاي من بلد، طيب اللي رايح بالتجارة ده برضو كان ماشي من بلد رايح لبلد، فبالتالي هيمشي كتير، هيحتاج ان هو يرتاح. هيرتاح ازاي الا لو في خانات على الطرق يقدر يرتاح فيها؟ يبقى احنا كمان عملنا ايه؟ توفير الخانات على الطرق. طيب ايه كمان؟ إقامة الأسواق، بدأنا نعمل أسواق كتير عشان التجارة بتاعتنا تتباع في الأسواق دي. طيب إيه كمان؟ بناء الأساطيل البحرية التجارية، بدأنا نعمل أسطول بحري يقدر ينقل لنا التجارة بتاعتنا من مكان لبلد لبلد. بدأنا نسهل يعني طرق التجارة بتاعتنا ونقل البضائع. إيه كمان؟ وجود مراكز تجارية مهمة. كمان بقى عندنا مراكز تجارية مهمة ومسمعة، الناس كلها عارفاها، البلاد كلها تعرفها. يبقى عوامل ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية: ازدهار الزراعة والصناعة، انتشار الأمن والأمان، إصلاح الطرق التجارية، توفير الخانات على الطرق، إقامة الأسواق، بناء الأساطيل البحرية والتجارية، وجود مراكز تجارية مهمة. هم كتير، يعني انت ممكن تحفظ منهم أول 4: ازدهار الزراعة والصناعة، انتشار الأمن والأمان، إصلاح الطرق التجارية، توفير الخانات، إقامة الأسواق. احنا لسه بنقول إن احنا عندنا مراكز تجارية إسلامية. ايه بقى أهم المراكز التجارية؟ عندنا أهم المراكز التجارية في مصر هي القاهرة والإسكندرية. يبقى عندنا في مصر أهم المراكز التجارية في القاهرة والإسكندرية. طيب في فلسطين القدس، سوق تجاري مهم، مركز تجاري مهم في فلسطين القدس. طيب في مصر القاهرة والإسكندرية. طيب في العراق موجود عندي في بغداد. طيب في سوريا موجود دمشق. طيب وفي ليبيا عندنا برضو مركز تجاري مهم نقدر نبيع ونشتري فيه اسمه طرابلس. يبقى المراكز التجارية الإسلامية
دي مراكز يعني أسواق تجارية معروفة موجودة في كل بلد، نقدر نبيع ونشتري فيها براحتنا. طيب قلنا في مصر موجود عندي القاهرة واسكندرية، في فلسطين القدس، في العراق بغداد، في سوريا موجود دمشق، في ليبيا موجود طرابلس. كل دي مراكز نقدر نبيع ونشتري فيها التجارة بتاعتنا احنا في الدولة الإسلامية. طيب دلوقتي المسلمين عايزين يودوا حاجات التجارة بتاعتها إلى بلاد، ويرجعوا وهم بيودوا البضاعة بتاعتهم والتجارة بتاعتهم للبلاد دي، وهم راجعين بيجيبوا حاجات تانية. طيب الحاجات اللي هم بياخدوها من الدولة الإسلامية دي وبيروحوا بيها بلد تانية اسمها ايه؟ اسمها الصادرات. يعني احنا بنصدر بضاعة من عندنا وتجارة من عندنا من الدولة الإسلامية إلى بلاد تانية. كل الكلام ده كان بيحصل من خلال ان هم بينقلوا البضائع بتاعتنا على السفن، وبتروح الصادرات بتاعتنا دي لبلاد توديها. طيب كانت بتروح بإيه بقى؟ الصادرات بتاعت الدولة الإسلامية دي كانت بتروح على السفن محملة ببضائع، كانت بتروح بإيه؟ كانت بتبقى السفن دي محملة المنسوجات والعطور والسكر والقطن والأواني. رايحة فين؟ إلى أقصى آسيا وأفريقيا. يبقى الصادرات بتاعت الدولة الإسلامية كانت السفن بتحمل بضائع، البضائع دي زي منسوجات، عطور، سكر، قطن، أواني، بتوديها لفين؟ إلى أقاصي آسيا وإفريقيا، يعني إلى أبعد مكان في آسيا وإفريقيا. طيب السفن دي ودت الحاجات دي وهي راجعة بتجيب بقى بضايع برضو، بس البضايع اللي هي بتجيبها دي اسمها الواردات. الواردات هي راحت بصادرات وراجعة بواردات. راجعة بإيه بقى؟ محملة بإيه؟ برضو منتجات، بضايع زي إيه؟ زي التوابل والكافور والحرير والعاج وأبانوس. أبانوس ده نوع من أنواع خشب، بس نوع كويس جدا، كنا بنجيبه وبنصنع بيه حاجات كتيرة قوي. يبقى احنا دلوقتي عندنا الواردات اللي السفن بتجيبها وهي راجعة بقى إلى الدولة الإسلامية. بتجيب إيه وهي راجعة؟ بتجيب توابل وكافور وحرير وعاج وأبانوس. يبقى احنا عندنا الصادرات والواردات بتاعت الدولة الإسلامية، بتروح السفن بتاعتنا محملة بضايع. محملة ايه؟ منسوجات وعطور وسكر وقطن وأواني. رايحة فين؟ لازم ناخد بالنا رايحة فين؟ رايحة أقاصي آسيا وإفريقيا. طيب وهي راجعة بقى جايبة واردات، محملة السفن ايه بقى من الواردات؟ محملة توابل، كافور، حرير، عاج، أبانوس. طبعا في حالات تانية كتير جدا تجارية إلى أوروبا، بس احنا مش هناخد دول، مش هناخد غير الحاجات اللي احنا قلناها وبس. في معلومة حلوة جدا لازم تعرفوها، ان التجار المسلمين كان ليهم دور مهم جدا في نشر الإسلام في كل دول العالم. ازاي بقى؟ ازاي التجار المسلمين كانوا بينشروا الإسلام في العالم؟ هقولك، لأن التاجر المسلم كان لما بيجي يتعامل في شغله في التجارة كان بيتعامل بأخلاق الإسلام، يعني المبادئ الإسلامية السمحة في البيع والشراء. كان عنده صدق وأمانة، فكانوا التجار التانيين بيستغربوا جدا من طريقته وأسلوبه وحتى طريقته في البيع والشراء، إن هو أمين جدا وصادق قوي في الحاجة اللي بيبيعها. فكان ده حاجة بتخلي الناس وهي بتتعامل مع التجار المسلمين يروحوا يقروا في الإسلام ويعرفوا أكتر عنه، وبالتالي كانوا بيخشوا في الإسلام، كانوا بيدخلوا في الإسلام بسبب طريقة التجار المسلمين اللي كانوا بيتعاملوا بمبادئ الإسلام السمحة اللي هي الصدق والأمانة. طيب احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، تعالوا بقى نختبر نفسنا في السؤالين الصغيرين دول، صح وغلط. رقم ألف، انتقلت صناعة ورق الكتابة من بلاد الإسلامية إلى الصين؟ لا غلط، هي انتقلت من البلاد الإسلامية إلى أوروبا. طيب رقم ب، انتشر الإسلام في العديد من الدول بفضل أخلاق التجار المسلمين؟ صح، احنا لسه قايلين كان عندهم سماحة في البيع والشراء، وكانوا بيتحلوا بالصدق والأمانة، وده كان أكبر حاجة يشوفوها التجار اللي بيتعاملوا معاهم ويخلوهم يتعرفوا عن الإسلام أكتر، عايزين يعرفوا أكتر عن الدين الإسلامي وبيدخلوا بعد كده في الدين الإسلامي. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، أشوفكم إن شاء الله في الدرس اللي جاي.